من حق النصر انه ياخذ النفوذ. انا رايي الشخصي المتضرر، ونقولها قدام مشاهدي قناه 24، المتضرر الوحيد من هذا الموضوع هو اداره نادي النصر. صحيح. لان الان لا هي قادره تتفاوض مع لاعبين، ولا تنسى على كلامك ابو عبد الرحمن انه اللاعبين قاعدين ينتظرون نادي النصر عشان يجي لك اللاعبين بيروحون 1000 عرض طبعا. فانا اشوف المتضرر من التاجيل، وانا اقولها يعني بكل ما تحمل الكلمه من شفافيه، المتضرر على الورق وعلى ارض الواقع هو النصر، لا هو اللي قادر يوقع مع لاعب محلي ولا هو اللي قادر يوقع مع لاعب اجنبي، لانه ممنوع من دفاع وطني حلو. دقيقه كيف؟ دفاع وطني حلو. لا هذا الواقع هذا الواقع. لا انا معاك. انا معاك. يفترض شوف خليني اقول لك، يفترض انه مركز التحكيم دام القضيه عندهم فتره طويله انه يصدر قرار ليعطي فرصه، يعني حتى يعطي فرصه لنادي النصر كاداره يعرف وضعه. يعني انا اعطيك مثال بسيط الان، اللاعب المميز بيقدر يحتاج نادي النصر عشان يجي له؟ لا. اللاعب اللي سعره مثلا يعني في الوقت الحاضر انديه تتنافس عليه من النصر ممكن يدخل فيه، الان ما في، ممكن النصر بكره ما عنده ولا لاعب يقدر يجيبه، عرفت؟ عشان كذا انا اقول التاجيل المتضرر منه هو نادي النصر. بس مو صحيح النصر واقع. النصر ما هو قادر. قبل يومين او ثلاثه برنامج الحصاد النصر يفاوض الاسطى. حتى لو فاوضت انت ما تقدر لو شوف النصر لو عيد القضيه. انا بقول لك حاجه، لو فاوض نادي النصر، شوف لو فاوض نادي النصر لاعبين لا يحق للتسجيل ما يقدر واللاعب اللي يعرف نادي النصر موقوف ما يمكن يرمي نفسه ما راح يفاوض. اعطيك مثال بسيط. النصر ما راح تفاوض تعلم انه ما راح تمنع. اعطيك مثال بسيط، الزين كان هدف لكثير من الانديه ومن ضمنهم النصر مثلا. الان وين راح الزين اليوم على ما تتناول ما بين الفيحة والاهلي؟ اخذ الفيحة. عرفت شلون؟ ليش؟ لانه نادي النصر الان اداره النصر مكبله، يعني مكبله بما فيها حتى في تجديد العقود مع اللاعبين الصغار، تبى تجديد مع اللاعبين الكبار، يعني عشان توقع معهم عقود. المتضرر من التاجيل وليست عاطفه بل واقع هي اداره نادي النصر.